وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه لذلك والقادر عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. Lieber Bruder, Assalamu alaikum, komm her, bitte, komm bei uns, komm hier, MashaAllah, Barakallah fikum, جميعا, alles, InshaAllah, نؤجر جميعا, Barakallahu fil جميع. جزاكم الله خيرا. لازلنا مع ماذا؟ عن ماذا نتحدث؟ سورة يوسف. ووصلنا أيها الأحبة الكرام إلى الآية الثامنة، والذين تحدثوا فيها إخوته فقالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، فنشأ عندهم شيء يسمى الحسد. وما هو الحسد؟ وين قلت لي بالتأتي؟ أو تحسد عليه، يعني الحسد هو أن تحسد شخصا على شيء. الحسد هو أن تحسد شخصا آخر. أيوة. قال أحدهم، قالوا أن شاعرا من الشعراء، يعني أو شخص ادعى أنه شاعر، فقال أنا عندي دواوين في الشعر، ويعني دخل على مجموعة جالسين فقال لهم أنا الشاعر الأريد الفطن الذكي الشاعر القوي فلان بن فلان. قالوا ما شاء الله، ما دام أنت شاعر أريد فطن، صف لنا هذا المكان الذي نحن فيه، قل لنا بيت شعري. وكانوا يجلسون في مكان فيه ماء، فقال كأننا والماء من حولنا. افتتاح، براعة استهلال قوية جدا. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ففسر الماء كما قيل بالماء. فالحسد حينما نعرف شيء لابد أن نأتي بمرادف المعنى. فالحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. في واحد عنده مال وأنا شايف أن عنده مال، وأنا أقول أنا ما عندي مال، فأنا أقول أتمنى أن فلان يصبح فقير. شوف على يعني قولوا بالله، كيف تتمنى أن تذهب نعمة لا جبتها أنت، لا أوجدتها أنت، لم تخلقها أنت، وإن الذي جاء بها هو الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قالوا أبي يحب هذا، لا يحسدونه على هذه النعمة. فحصل أيها الأحبة الكرام منهم ذلك الحسد. اليوم سنأخذ آية هي الآية 9، يقول الله عز وجل فيها: هم ماذا قالوا بعد ذلك؟ قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. ماذا بعدها؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما شاء الله، يعني بعد القتل، بعد أن نقتله خلاص احنا سنصبح ناس عباد زهاد متقربين إلى الله تعالى. هل يمكن أيها الأحبة الكرام أن يجتمع قتل وصلاح؟ هل يصبح القاتل، يعني واحد يريد أن يقتل لكي يتوصل إلى الصلاح؟ لا يمكن. واحد يريد أن يسرق من أجل أن يبقي صالح. واحد يقول لك أنا أعيش هنا في هذه البيئة، والبيئة هذه مفتوحة الأبواب، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني viele Frauen hier und nicht gute tragen vor Kleidung. Astaghfirullah. Astaghfirullah, la hawla wa la quwwata. Woher kommen Sie, woher? Und wie lange? Und wie breit? Und wie Farbe? Warum يا أخي؟ غض بصرك. هذا ليس عليك أن تفعل هذا. فتن، أيوة فتن، ابعد من الفتن. Nehmen andere Richtung, nicht die gleiche Richtung, setzen in Mitte und sehen
und Beziehung und gute und يعني مثلا sehr nett miteinander und Astaghfirullah, Fitan. Du bist Fitna. ولذلك لابد أن الإنسان يبتعد عن الفتن حتى لا تأتي الفتن، مش يتعرض للفتن ويقف فيها ويتابعها ويشاهدها ومع ذلك يقول لك فتن. استغفر الله، انستغرام استغفر الله، تيك توك استغفر الله. اوكي hast du TikTok? Ja. Wie lange bleiben mit TikTok? Eine Stunde, zweite Stunde manchmal und mit letzter Stunde vor Schlafen auf dem Bett. استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. اوكي عندك هذا. كيف أنت تريد أن تكون بدون فتن وأنت في الفتن؟ أنت تريد ما شاء الله يعني في هذا الزمن mit dieser Zeit keine beste Bruder, keine richtig Muslim. Okay, du bist richtig Muslim? Nein. Betest du? Nein. Fastet du? Hast du Zakat gegeben? Hast du Geld? Ja, Alhamdulillah, Vollzeit und Konto und im Bett und dann, ja, Alhamdulillah, viele Geld, Alhamdulillah. Aber Zakat geben? Nein. Du bist gut, Mensch, guter Muslim. Ja, Astaghfirullah, keine guter Muslim. Wenn es gibt keine guter Muslim, bist du. يعني wer guter Muslim. تحول أنت إلى مسلم صحيح. لا تتكلم عن الآخرين، لا تتحدث عن الآخرين. صلينا على رسول الله. ولذلك المسلم يعني لابد أنا وأنتم أن نقطع السبيل على الشيطان ونكون إحنا المسلمين الصح، نكون إحنا أصحاب الأخلاق الحسنة. لو أن الناس كلهم بدون أخلاق حسنة. ولذلك لا يمكن أن يجتمع قاتل يريد أن يتوصل بالقتل، يتوصل بالمعصية إلى أن يكون صالحا. مش ممكن. صلينا على الحبيب. ولذلك أيها الأحبة الكرام دائما الظلمة المجرمون دائما ما يقول لك أنا ظالم، ما يأتي يقول لك أنا أريدك ألا تصلي. رفيق السوء ما يجيش يقول أنا جيت علشان أنت لا تصلي، أنا هكذا أريدك أنك، ما يأتي بهذه الصورة. لا يجي يقول لك تعال نروح الشيشة الفلانية، الشيشة واو سبحان الله أتموسفير سبحان الله يا أخي، نخدم رمضان شوية fast Alhamdulillah, aber Eid, es gibt eine große Party mit einem großen bekannten Sänger, MashaAllah, und das ist Muslim, das ist nur billig, MashaAllah, eine große Nacht, MashaAllah, nach dem Ramadan, ja? MashaAllah, du bist feiern im Ramadan, ja? Ja, Alhamdulillah, Sheikh Ammar, Alhamdulillah, aber danach, gerade, ja, Subhanallah, das war's nicht. يعني لابد المسلم أيها الأحبة الكرام فعلا يفعل ما يريد الله عز وجل. شوفوا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، هل قال أنا أفعل هذا الكلام من أجل الشر والسوء؟ إيش قال؟ وقال فرعون ذروني أقتل موسى. فهم أقتل موسى؟ ليش تقتل موسى؟ وليدعو ربه. ليش تفعل هذا؟ لماذا يا فرعون تقوم بذلك؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، الفساد kommt von Musa und Fir'aun, Subhanallah, bester Mensch, am besten Mensch. عجيب. هو يقول هكذا المنافقون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نحن في وشتن أليس in Ordnung، يعني نحن نريد أن تبقى الحياة كله تمام التمام، لكن هم مفسدين ويفعلون الفساد وينشرون الفساد ويحمون الفساد ويتمتعون بفعل هذا الفساد كله. لماذا يفعلون ذلك؟
لما تأتي تقول له أنت تفعل، يقول لا 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 أنا أريد عكس هذا، أنا أريد الناس يكونوا صالحين ملتزمين مصلين عباد لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني في هذه الآية حينما قال إخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، أرادوا فقط أن يغطوا على معصيتهم الكبيرة، فهذا خطر كبير جدا جدا. في هذه الآية النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. في واحد يقول والله أنا قصدي أساعد، بس إيش تساعد؟ يساعد بمال حرام، ما ينفع. لابد أن تعرف أنك لابد أن تكسب مالا حلالا لكي تتصدق وتنفق حتى يعطيك الله عز وجل من فضله. قالوا مرة يعني على ذكر هذه القصة حدثت للإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، رأى رجل محمل بسلة مليئة بالتفاح يحملها ورايح على السوق لكي يبيعها، وهو ماشي في السوق يعني ماشي، وأمام الإمام أبو حنيفة يمشي وراءه، فأخذ تفاحة سرقها يعني وراح على وين؟ جلس وراح بحث عن مسكين وتصدق بها للمسكين. والإمام أبو حنيفة إيش؟ كم was machst du dann? Nein, hast du gesehen? Ja, ich habe gesehen. أبا حنيفة bitte rechnen mit mir. الحسنة بكم؟ الحسنة ist gleich 10 حسنات صح؟ und das Sayyi'ah und 1, okay, und 1 10 minus 1 gleich 9, noch 9 حسنات أبو حنيفة. Und da sagen, nein, das ist Katastrophe. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله لا يقبل هذا، لا يمكن أن نيتي صالحة، أنا والله ما كان نيتي، أنا قصدي كان خير. كيف قصدك خير وأنت تفعل شر؟ واحد جاء عند شخص طخ ضربه فقم ابتغاء وجه الله تعالى، هل يصلح هذا؟ طبعا الثاني بيضربوه كمان ويقول له وابتغاء وجه الله تعالى، هذا لا يصلح. لابد أن تفعل عمل صحيح خالص لله سبحانه وتعالى. هؤلاء يريدوا أن يكونوا صالحين، ومن أجل أن يكونوا صالحين يتم عملية قتل أخوهم الذي من أبيهم. هذا لا يصلح أبدا في الإسلام، لأننا عندنا قاعدة يعني كما يقال بأن الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، لابد أن يكون المقصد صحيح، والعمل الوسيلة الذي أنت تفعلها لابد أن تكون صحيحة، لا يكفي أن يكون مقصد صحيح فقط. النقطة الثالثة أيها الأحبة، بدأت قصة سوء إخوة يوسف ضد يوسف بكلمة واحدة، وهي اقتلوا. كلمة، الخطة بدأت بكلمة اقتلوا، الله أكبر، كلمة واحدة هي التي بدأت بذلك. تخيل معي لو قالوا سامحوه، تتغير القصة 180 درجة، لكن كلمة واحدة تورد المهالك. ولذلك بعض الناس nein, das ist nur spielen, nein, das Quatsch, nur Spaß. Spaß هو قرآن، Spaß هو سنة، Spaß هو أين أنت؟ هذا واحد آخر مسلم آخر تتحدث عنه تسبه وتتكلم عليه وتتحدث لا احنا نمزح بس، ما يصلح، لا يجوز. الإسلام أيها الأحبة الكرام الدخول فيه بإيش؟ بكلمة، والخروج منه بكلمة. الزواج يعني هذه المرأة فبوتن بس من أو فبوتن 100 كلمة زوجتك، قبلت مع شهود مع مار مع ولي مع كذا، خلاص أصبحت حلال وهذا حلال. سبحان الله. والطلاق كلمة، العداوة كلمة، الصداقة كلمة. الإسلام يجعل للكلمة معنى وهي مهمة جدا. ما أحد يتكلم عن الناس ويقول لا أنا ما لا احنا بنمزح، هذا خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك، وخرج من ضمن من خرج معه مجموعة من ناس ضعفاء إيمان بل كانوا منافقين،
فطعنوا في قراء القرآن الذين يحملون كتاب الله في صدورهم، قالوا عنهم أنتم أكبرنا كروشا وأجبل عند اللقاء، وهم لم يكونوا كذلك. كان حفاظ القرآن وهذا هو العشم في كل حافظ القرآن، يعني يعرف أن القرآن أمانة في صدره. فكانوا في ميادين الجهاد مع رسول الله في الصفوف الأول، وكانوا أصحاب تضحية، وكانوا أقل الناس، فسمعوا هذه الكلمة قالوا إيش تقول؟ قالوا لا احنا نمزح. بس هم لا يمزحون، هم يريدوا أن يطعنوا في هؤلاء الذين يحفظون كتاب الله، في حملة الدين، في الدعاء إلى الله عز وجل، الصادقين الصالحين. حاولوا أن يطعنوا فيهم، حاولوا أن يشوهوهم، حاولوا أن يأتوا بكلمة واحدة. فذهب الصحابة رضوان الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا وقالوا يا رسول الله هؤلاء كذا، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يا رسول الله احنا والله كنا نمزح، ما لكم؟ لا ما يكن في قلوبكم أبدا، احنا فقط نمزح. فأنزل الله قرآنا من فوق 7 سماء، قل أبي الله وآياته، قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خطيرة، ولذلك انتبه، الكلمة مسؤولية لا بد أن تنتبه لها. ولذلك هؤلاء يعني إخوة يوسف بدأت معركتهم وبدأ طغيانهم وبدأ شرهم بكلمة واحدة، نسأل الله السلامة والعافية. في نقطة مهمة جدا للآباء، إحنا كآباء شخص عنده أبناء عنده بنات، انتبه تفرق بينهم. يعقوب عليه السلام لم يكن يفرق بينهم، ولكنه كان يعطيه ويوليه محبة ليوسف لنباهته لذكائه، لكن يعني لم يكن كذلك. لكن أنا وأنتم ينبغي لنا وكالآباء أن ننتبه، يجب أن يكون ميزان العدل ومحبة الأبناء متساوية، توازي بينهم بالحقوق، تتعامل معهم حتى لا يكون مبرر لأن يعني يمكن أن يغويهم الشيطان وأن يحدث الحسد والبغضاء ما بين الإخوة. يعني بعض الآباء يقول لك أنا والله أنا سأموت، يفعل وصية. إيش الوصية؟ كل مالي للأولاد، والبنات شوس يعني هذه مع فلان وهذه مع لا يجوز. يجب أن هذه التركة لا بد أن تمشي كما أمر الله عز وجل بها، وأن تقسم كما قسمها الله تعالى. يعني ينبغي أن تعطي الناس بالتوازي، يجب أن تتعامل مع أبنائك بالعدل، وأن تكون عادلا منصفا معهم. النعمان بن بشير أيها الأحبة، هذا واحد من الصحابة كان عنده أراضي وكان عنده أموال وكان عنده ما شاء الله، وكان عنده هذا واحد من أولاده يحبه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفق مع أمه على أن يخصوا هذا الولد بأرض. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قالت أمه شوف أنا لا أحب أن يكون مقرا لهذا إلى رسول الله، روح لعند رسول الله علشان متشتنبل فانظر في محمد صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله احنا وهبنا ولدنا تلك الأرض وأعطيناه تلك الأعطية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أكل بنيكم فعلتم؟ هل أعطيتم كلهم هكذا؟ قالوا لا بس هذا ما شاء الله زوز والله und gut ما شاء الله intelligent und klein ما شاء الله، يعني نعطيه أبا عند غنايم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهدونني على ظلم؟ أنا لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم. قال له أتريد أن يكونوا كلهم في البر سواء؟ قال نعم. قال وكذلك لا بد أن تعطيهم بالسواسية. ولذلك لا بد أن يكون هنالك عدل ما بين الأبناء حتى لا يحدث بينهم خلاف ويتطور هذا الأمر إلى أن يستحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى.